السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأفراح لا تنتهي. ولادة نجم جديد اسمه إبراهيم مازا. إبراهيم مازا إذا كما سمعت اليوم وكما شفت وكما قريت سجل هدفين، وإن كان غالبية الجزائريين تنبؤ أن هذا اللاعب راح يروح بعيد إذا كان ما اعترضتوش لا قدر الله إصابة، وكل الشعب كان متوقع أن هذا اللاعب سيكون نجم في المنتخب الجزائري وكذلك في أوروبا. إبراهيم مازا في آخر 4 مباريات له مع باير ليفركوزن لعب مباراتين كأساسي، يعني تصوروا لعب 2 مباريات برك تيتولار. رغم ذلك سجل 3 أهداف، دار 3 تمريرات مفتاحية، 14 مراوغة ناجحة أو 10 مراوغات ناجحة، 32 أو 24 على 32 مواجهات ثنائية ناجحة، و3 جائزات رجل المباراة، يعني 3 فوا وهو يخرج رجل المباراة، 3 مرات وهو يحصل على جائزة رجل المباراة. إذن هذا اللاعب بعد ما خدا 2 مباريات برك عطاوه تيتولار، لعب يعني أساسي. راكم تشوفوا واش يديروا، وشفنا الفيديوهات اللي اللاعبين كامل تاع باير ليفركوزن قاعدين يفيليسيتو فيه ويهنئوا فيه وفرحانين بهذا اللاعب لأنهم يعرفوا بأنه موهبة حقيقية. في المقابل الجماعة احنا معروفين من بينهم مسيلمة الكذاب لنستمر في فضحه ونكمل نفضحه كل ما كانت الفرصة. لما استدعي هذا اللاعب ولأنه يكره محسن حمور ويكره صادي وجماعة يعني اللي تخدم معاه، فقال لك كيفاه تجيبوا لنا لاعب صغير هو عاد يلعب مع فريق في القسم الثاني واللاعب مازال صغير وانتم تجيبوا فيه، يعني اعترض على مجيء وحطوا ماش لاعب خلاص. الآن راهو قلب الفيستا وتعرفوا يركب الموجة ولا يمدح فيه ويدير عليه في الفيديو، بينما النهار جابوه كونفوكيوه ليكيب ناسيونال دار حالة كيفاه تجيبوه اللاعب وهو يلعب في القسم الثاني ومازال صغير ماهوش أساسي. قال لك ونصحح أنا قلت 3 أهداف يعني معذرة، على ما أظن هو 4 أهداف، 2 أهداف في الكأس و2 في الدوري. فهذا اللاعب كما قال أحد المحللين قال أصبحت مدمنا لمشاهدة هذا اللاعب، يعني وليت دروغي بمشاهدة هذا اللاعب. قال رغم أن إبراهيم مازا يعني يقدم كرة سهلة، إبراهيم مازا قد يقدم لنا طريقة مختلفة في اللعب، في أولها تبدو وهلة إلى أنها لما تكون الكرة بين أقدامه يعني في رجليه تكون ممتعة. والشيء قال لك اللي يزيدها جمال هو التحرك تاع هذا اللاعب والتمركز تاعو والذكاء تاعو، فهو يلعب بعقله قبل قدميه. وهذا الصحفي يوسف عزري له مقال جميل على هذا اللاعب. فكنا نريد أن يلعب أو يأخذ وقت أكثر في اللعب، فلم يفعل ذلك فقط ولم يتحول أساسيا فقط ولم يثبت نفسه فقط، بل فعل أكثر من ذلك في وقت وجيز، يعني في وقت قصير اخطف النجومية من اللاعبين تاع باير ليفركوزن وتحول إلى جوهرة في هذا الفريق، بحيث جفنا كل اللاعبين يجريوا ليه حتى وبدون يعني خارج الملعب أصبحوا يمازحونه أو يداعبونه. هدف مع جائزة أفضل لاعب، ثم تألق في الدوري أبطال أوروبا مع نيل جائزة أفضل لاعب والتواجد كذلك في تشكيلة الجولة تاع أبطال أوروبا. الآن يسجل ثنائية في البوندسليغا. وفي الأخير هذا اللاعب يتوج بجائزة الأفضل في هذه المقابلة، وفي ظرف 3 أيام يتوج أو في ظرف أيام يتوج ب3 مرات بجائزة أفضل لاعب. وهذا اللاعب ما تجاوزش 20 سنة بعد.
فهذا اللاعب لعل الشيء يعني الشيء اللي نجحوا كذلك جعله محبوب للجماهير ومحبوب حتى اللاعبين في النادي تاعو، هو تربية هذا اللاعب، وهذا الشيء اللي يجعله راهو يقدم في نجاحات، وربما يكون من بين أحسن اللاعبين في أوروبا. فهذا اللاعب إبراهيم مازا، هذه الجوهرة الثمينة، أصر اللاعب أو أصر محسن حمور مكتشف المواهب باش يجلبوا للمنتخب الوطني، باش يعرف بالقدرات هذا اللاعب. ولكن كانوا بعض الجزائريين وبعض الحركة المعروفين مجموعة الهيشر كانوا معترضين على مجيئه، كما اعترضوا على لوكا زيدان. الآن هذا اللاعب يرد عليهم وبين أنه لاعب من طينة الكبار، وكأنه خارج من لاماسيا. البلاميضة أي الطائفة البلماضية والهيشر ومسيلمة الكذاب، يعني بقيادة مسيلمة الكذاب، هؤلاء البلاميضة قالوا لنا باللي وليد صادي ما يزيد يجيب أي لاعب، وراه يجيب غير من الدرجة الثانية باش يبان باللي خدام. هذا الكلام قالوه يوم أن جاب وليد صادي هذا اللاعب للمنتخب الوطني. فتصوروا هذا اللاعب في وسط الميدان مع شايبي وكذلك مع بن ناصر، تصوروا كيف راح يكون وسط الميدان تاعنا. ففي هذه المقابلة الأخيرة هذا اللاعب لعب 90 دقيقة، سجل هدفين، 119 لمسة للكرة، 88 تمريرة صحيحة بدقة 94%، المراوغات الناجحة قلنا 4/4، فاز ب8 مبارزات أرضية من أصل 9، 1 تدخل ناجح و2 عرقلات ناجحة، حصل على أعلى تنقيط في المباراة 9.9 أعلى 10. هذا الموهبة يلعب في عدة مناصب. قلنا هذا اللاعب يعني حورب قبل ما يبدأ، وكانوا البلاميضة وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب، قلنا كان يدير عليه في الفيديوهات ويقول جبتوا لنا واحد من الدرجة الثانية ما عندوش مكانته، وهذا كل قال باش تقولوا بأنكم تخدموا يعني على وليد صادي. الآن عادوا يديروا عليه في الفيديوهات يقولوا وليدنا وجوهرة وفنان، بينما بكري كانوا يقولوا عليهم العكس، باش يعرفوا باللي الناس هادو كذابين يكذبوا على الأتباع تاعهم، وتعرفوا باللي هادو يركبوا الموجة باش يطلعوا لي في برك وباش يخلصوا على الفيديوهات تاعهم. فمرة يسب اللاعب درك، بعد يوم أو يومين تلقاه يدير عليه فيديو يثني عليه. فإن شاء الله تعطى له الفرصة الكاملة في المنتخب الوطني، وجاية كأس إفريقيا إن شاء الله يبرز هذا اللاعب حتى نوليو نعيشو ليامات تاع بلومي وليامات تاع صالح عصاد وفرقاني في الوسط. فالمدرب تاع ليفركوسن منبهر به واللاعبين منبهرين به، وحتى الإعلام الألماني راهو يتكلم عليه الآن بكثرة ويثني على هذا اللاعب، ونتمنى قلنا ينجح مع المنتخب الوطني، ولما لا نحقق يعني إنجاز معاه لقب في كأس إفريقيا أو إنجاز في كأس العالم.